أهلا بيكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نحضر أكواب الكيك الروسية. لذيذة جدا، وكمان هنتعلم ازاي نحضرها بفليفرز كتير وبأشكال كتير هيستمتعوا بيها الأطفال والكبار. وكمان هنتعلم ازاي نحضرها بمكونات صحية اشتهرت جدا في روسيا وكمان في كوريا. هي فكرتها ازاي بنحضر وان بيرسونال لكل طقم أو كل كوب. وكمان هنتحكم في الحشوات والفليفرز بتاعتها. هي لذيذة جدًا، تنفع كلانش بوكس، تنفع للرحلات، تنفع كأطباق جانبية في الاحتفالات بأعياد الميلاد. وهنتعلم إزاي نحضّرها بمكونات صحية بدون دقيق وكمان بدون سكر. هتبقى شكلها حلو جدًا وهتكون مناسبة لجميع أفراد الأسرة. وكمان بنتحكم في كمية السكريات فيها، لأن إحنا هنعملها بمكونات صحية وكمان لذيذة جدًا. علشان نحضّر أكواب الكيك بالفانيلا والفاكهة، كنت حضّرتها في الفيديو السابق بالشوكولاتة، ممكن ترجعوا له. أول حاجة هنبتدي نعمل طبقة كيك رقيقة. عندي دقيق جوز الهند، هيكون عندي بديل الدقيق الأبيض، واستخدمت كمان سكر جوز الهند هيكون بديل السكر ستيفيا. لأن الكيك ده هياكلوه أطفال، فحبيت سكر جوز الهند لذيذ جدًا وأنتي أوكسيدنت. وعندي 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة، وكمان عندي بيكنج باودر وفانيلا. دول مكونات الكيك. مش هحتاج أي زبدة أو أي زيوت من زيت جوز الهند أو أي نوع دهون. الكيك هيكون فكرته هش جدا، كيك اسفنجي خفيف وكمان خالي من الجلوتين. هبتدي على طول في طريقة التحضير. علشان أحضر الكيك لازم تكون عندي البيض بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي أفصل الصفار عن البياض علشان أعمل مارينج. أول حاجة هبتدي أخد بياض البيض وهبتدي أضيف ليه 1 جرام من الملح. هيتخفق كويس جدا معايا عشان أحصل على مارينج هش وناجح. في ملحوظات كتير عشان أحصل على النتيجة دي. أول حاجة إن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة. تاني حاجة إن يكون عندي الأواني جافة تماما، ما فيهاش أي نسبة رطوبة. يعني المضرب بيكون جاف تماما ما فيهوش رطوبة. وكمان الإناء اللي هبتدي أخفق فيه المارينج علشان يعلى معايا ويكون ناجح جدا. وإضافة 1 جرام من الملح هيساعدني على تكون مارينج لذيذ وكمان متماسك، وهيعلى معايا بسرعة. بمجرد ما أخفقه لمدة 5 دقايق كاملة هحصل على مارينج ناجح جدا ولذيذ. خفقت صفار البيض مع السكر جوز الهند وكمان الفانيلا. ضفت ليهم 10 جرام من البيكنج باودر. وكل المقادير بتفصيل بكتبها ليكم في الديسكريبشن بوكس، ممكن نرجع لها في أي وقت. ابتديت أضيف المارينج بالتدريج مع دقيق جوز الهند وكمان صفار البيض. هقلب كويس جدا عشان أحصل على قوام هش وكمان سائل في نفس الوقت للكيك، عشان يكون عندي الكيك هش وناجح. وهبتدي اضيف ورق زبدة على صاج. انا عايزة طبقة كيك رقيقة، فهبتدي اضيف في صاج مش في صينية عادية، عشان عايزة اقطعه بقطعات. بعد مرور حوالي تلت ساعة في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 هحصل على كيك هش وطري جدا وناجح. هخرجه من ورقة الزبدة وبعد كده هبتدي اقص الاطراف. هسيبه تاني يوم عشان احصل على قوام ألذ وانجح، مش هيكون متفرول مني اثناء التقطيع. عندي في استخدام القوالب الباغة اللي بتتباع في الأسواق. هبتدي أحضر كريمة الخفق اللي كنت محضراها في الفيديو السابق من 5 كوب من الزبادي اليوناني. هحصل على 1 لتر كامل من الويبنج كريم لذيذ جدا وناجح، وده القوام بتاعه زي اللي بيتباع جاهز بره بالظبط، وكمان بطريقة اقتصادية ولذيذ وبدون أي مواد حافظة. خفقت الكريمة وبعد كده هبتدي باستخدام أي نوع شرائح من الفاكهة. هبتدي أضيف شرائح فاكهة رفيعة من الفراولة، وبعد كده طبقة من الكريمة وطبقة من الكيك وطبقة من الكريمة من فوق. أجمل حاجة في القوالب دي إن هي بتحدد كمان كمية الكيك اللي هبتدي أضيفها والحشوات. الكمية مش بتاخد كمية كبيرة، وده هيساعدني إن أنا آكل حاجة حلوة وفي نفس الوقت أكون مقننة الكمية اللي هاكلها. وده شكلها بعد التزيين، عملت شكل حلو جدا باستخدام أكياس التزيين. وكمان نتحكم في كمية السكر اللي موجودة فيها. هحصل على كيك هش وكمان لذيذ وفي طبقات من الكريمة وكمان الكيك. هبتدي دلوقتي احضر لكم الافكار اكواب الكيك الروسية بالاكواب الكرتونية بتاعة النسكافيه او القهوة في المحلات والكافيهات. هبتدي اعمل طبقة كيك بقطعات مختلفة، لان طبقة القاع تحت بتبقى اصغر من اللي فوق. فهعمل 3 مقاسات مختلفة من الكيك، وهعمل طبقة كيك رفيعة من تحت
وطبقة كريمة وطبقة فاكهة. ودي الألوان المجففة من الفاكهة المجففة، طبيعية لذيذة جدا وكمان صحية من فواكه مجففة، نو شوجر وكمان جلوتين فري. هعملها ليكم في فيديوهات جاية بطرق كتيرة، وبتدخل في العديد من الوصفات ان شاء الله جاية هقدمها لكم. وده شكلها مع عملت من مكعبات من الكيوي والفراولة، وعملت واحدة بريتزلز وكمان سبرينكلز للأطفال. بتكون حلوة جدا للمناسبات الأعياد الميلاد، وهيستمتعوا بيها جدا الأطفال. عملت أفكار مختلفة بالشوكولاتة وكمان صوص الكراميل وصوص الدولسي دي ليتشي، ودي أشكالها شكلها حلو جدا بالكريمة وجوز الهند والفراولة وأي نوع فاكهة بنفضله. ودي الطبقات بعد ما فتحتها لذيذة جدا وشكلها حلو، هنستمتع بيها كوصفات لأعياد العيد ميلاد وكمان الرحلات. وبتمنى تجربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنت. حضرت لي صحية كتير، أنا حبيت أستخدم البدائل الصحية عشان هتحكم في كمية السكر، وكمان هتكون بسعرات حرارية أقل. ودايما بنشوفها على التيك توك والإنستجرام، بتكون محضرة بعجينة السكر. أنا استبدلت عجينة السكر بالفواكه وكمان البريتزلز والحاجات اللذيذة جدا اللي هيحبوها الأطفال. ده شكلهم حلو جدا، هتبقى أطباق لذيذة جدا في المناسبات، وهيستمتعوا بيها جدا كوصفة لانش بوكس، هتبقى حلوة جدا بدائل الكيك والشوكولات اللي بيتباع في الأسواق بكمية سكريات كتير وكمان مواد حافظة. استبدلتها بوصفات لذيذة جدا في البيت، ما خدتش مني أي وقت، وفي نفس الوقت عملت يعني وصفات لذيذة جدا وبكمية أقل. يعني أنا وفرت كتير باستخدام كريمة الخفق المنزلية اللي حضرتها في البيت، وكمان بأقل كمية فاكهة حصلت على أكواب لذيذة جدا متعددة في الأشكال والأنواع. ميزة الكيكة دي إنها تعمل معايا كمية كبيرة جدا، هتكفي عدد أفراد كتير. يعني عملت حوالي 7 أو 8 أكواب من الأكواب الكرتونية، وحوالي 4 أكواب من القوالب الباغة اللي بتتباع في الأسواق. بتمنى تكون الفكرة عجبتكم، وقولوا لي هتزينوها ازاي في الكومنت. مصطفى بقدم محتوى تغذية صحية، بقدم وصفات صحية خالية من السكر والدقيق والزيوت المهدرجة. ودمتم سالمين وبصحة جيدة، واشوفكم على خير.